مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في اول حلقات معرفش اكسترا. بقالنا فتره واحنا بنفكر ان احنا محتاجين نعمل برنامج تاني مع معرفش، يعني بنعمل ريسيرش على اي حلقه بنعملها في معرفش، بنوقع حاجات كتير، في حاجات كتير بنبقى عايزين نقولها مهمه وما بتتقالش لانها ما بتبقاش يعني مستاهله حلقه كبيره قوي في معرفش، فبنبقى عايزين نتكلم فيها برضو، بس بصراحه بتبقى لازم تتقال. زي حلقه النهارده اللي بنتكلم فيها عن ممثلين اخذوا ادوار يا اما اثرت عليهم بالايجاب قوي في كاريرهم يا اما اثرت عليهم بالسلب جدا في كاريرهم، وبصراحه في قصص كتير جدا من كده، بس النهارده هنحكي شويه منه. بس قبل ما نبدا اعمل بقى شير ولايك وسبسكرايب في الشانل، وما تنساش الحلقه دي هتنزل كل يوم 3 ويوم الجمعه عادي معرفش هتبقى موجود برضو فيه. تعالى بقى اقول لك يعني ايه قرار يخسرك ثروه. مات ديمون الممثل والمنتج والكاتب الكبير ثروته سنه 2025 كانت 170 مليون دولار بس، واللي رغم الرقم كانت ممكن تبقى اكبر من كده بكتير، بس يعني ربنا يبارك له في القليل. سنه 2006 جيمس كاميرون بيعرض عليه بطوله فيلم افاتار، بس هو يعني ما استلذش الفيلم وما حسوش وما كانش عايز يعمله، لحد ما وصل معاه انه هيديله 10% من ايرادات الفيلم. عارف بقى ايرادات فيلم افاتار سنه 2009 كانت كام؟ 2 مليار 789 مليون دولار. انت فاهم ال 10% كام؟ احسب على الكالكوليتر وانت هتعرف. تقريبا كان خلاص هيخبط في 3 مليار دولار، وده كان رقم تاريخي في الوقت ده. ما تقوم تطمن على فلوس. على النقيض بقى لما تكون واثق في موهبتك وفي قدراتك وتقبل دور يعتبر ما فيهوش حاجه بس انت تعمل منه حاجه. مش بقارن طبعا الارقام الكبيره ببعض، بس هقول لك على حاجه حصلت في فيلم العار. الفيلم ده اتعرض في اكتوبر 82، والفيلم ده في الاول راح لنور الشريف ان هو يختار الدور المناسب ليه، رغم ان نور الشريف كان شايف ان دور وكيل النيابه اللي عمله حسين فهمي كان فيه تمثيل اكتر بكتير ودور فيه صراعات نفسيه ومركبه جدا، لكن هو اختار دور كمال لان هو حس ان هيطلع منه حاجات هتلمس مع الناس اكتر، وحسين فهمي ياخد دور وكيل النيابه فعلا. يجي بقى على الحته اللي احنا عايزين نقولها في الموضوع. يحيى الفخراني بيتعرض عليه دور الدكتور عادل، بيتفاجئ علي عبد الخالق ومحمود ابو زيد برفض تام ليحيى الفخراني للدور، ويقول لهم الدور ده اصلا ملوش لازمه ومستحيل ينجح. هو كان شايف ان هو شخصيه ملهاش اي دور ومجرد رياكت على اللي بيحصل ما بين نور الشريف وحسين فهمي، وقال لهم انا كده يعني هتاكل في الفيلم ده. فبيعرض في نفس اليوم الفيلم على محمود عبد العزيز اللي بيقرا بسرعه جدا، وبيروح له بالليل وقال له انا عايز الدور ده. قالوا له طب الفلوس؟ قال لهم هعمله باي فلوس، الشرط الوحيد انه ما يتشالش منه كلمه. محمود وقتها كان بيمثل ادوار كتير فعلا بس كلها كان شبه بعض، واجره في اخر فيلم كان حوالي 13000 جنيه، واخر اجر كان واخده مع نفس المخرج كان 7000 جنيه، ورغم كده وافق ب 6000 جنيه عشان خاطر يعمل الفيلم ده. كان فتحه خير كبيره فعلا محمود عبد العزيز، وتقريبا كل الفيلم اخدوا جوائز ما عدا حسين فهمي بس. ساعات ضيق الرؤيه وانك مش مطلع كفايه انه بيقابل مخرج وبيقعد يحكي له قصه طويله عريضه وهو اصلا مش عارفه، فبيفتكره مجنون او واحد دماغه على قد او حاجه. عارفين بقى مين اللي قابله وقال عليه مجنون؟ المخرج مارتن سكورسيزي، ولا يعرفه اصلا، والدور راح لدينيرو اللي هو ايه بقى؟ تاكسي درايفر. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. بص يعني هي جمعيه بقى، دور يروح لحد ينجحه ودور يروح لواحد تاني كده، هي ماشيه كده هناك يعني. احمد زكي كان صاحب المخرج حسين القلب، وكان المخرج بيعرض عليه كل الافلام اللي هينتجها، فبيعرض عليه فيلم الكيت كات، وداود عبد السيد كان عنده امل كبير قوي ان احمد زكي هو اللي يعمل الدور ده، لكن احمد بيعتذر عن الدور ده لفتره كتير رايح جاي لدرجه ان احمد زكي نفسه زهق، فراح لمحمود عبد العزيز، وكان اهم دور يعمله في حياته، واحد من اروع الاداءات الفرديه في تاريخ السينما من وجهه نظرنا. زكي نفسه كان بيقول في مهرجان اسكندريه كان قاعد جنب محمود عبد العزيز ومش مصدق ان هو الشيخ حسني. نفس المخرج ده عرض على زكي فكره تانية صغيره واشتغل احمد زكي عليها وطور فيها كتير، ولسبب ما يعرفوش اي حد غير احمد زكي بيرفض الدور ده. دور ايه بقى؟ دور بطل من الورق اللي عمله ممدوح عبد العليم، اللي زود عليه اللكنه وعمل فيه اداءات كتير زي دي. يا وليد يا شرطي ما بيعرفش يوقف القطر، هينزل بعد 10 دقايق وما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف، ما بيعرفش يوقف. الدور راح لممدوح عبد العليم كتعويض عن دوره في الكيت كات، لان هو كان المفروض يعمل دور يوسف اللي عمله شريف منير، واللي عمله حلو جدا بالمناسبه برضه، بس الاختلاف في ترتيب الاسماء، لان ممدوح عبد العليم اشترط انه يتحط اسمه بنفس الفونت جنب محمود عبد العزيز، واللي هو بصراحه طلب غريب جدا يعني. فمحمود عبد العزيز بقى قفش وقال لي انا ممدوح في الفيلم ده، فبيروح الدور لشريف منير، وفعلا زي ما بنقول هو من اهم ادواره في تاريخ السينما. ايه ده يابا؟ ده حد يعمل كده؟ سواق حمار. ولعلمك بقى انا خدت نمره والله. شوف والله لو وديني في داهيه. تودي مين في داهيه يابا؟ يابا انت ليه مش عايز تصدق انك اعمى؟ يابا انت راجل اعمى. انا اعمى يا غبي؟ ده انا اشوف احسن منك في النور وفي الضلمه كمان. بقول لك بقى جمعيه وبتلف بقى. مين ما كانش نفسه نشوف عادل امام بيمثل مع يوسف شاهين، اكتر ممثل ناجح جماهيريا مع اكتر مخرج محبوب فنيا وموجود دايما في المهرجانات الفنيه الكبيره، وصاحب نصيب الاسد في اهم الافلام في التاريخ. ومش فيلم بقى مكتوب بحد عادي، ده فيلم اللي كاتبه العملاق يوسف ادريس. فيلم ايه بقى؟
حدوته مصريه، واللي عمله نور الشريف بعبقريه متناهيه لدرجه ان هو من وجهه نظري يعني اتقن دور يوسف شاهين اكتر من يوسف شاهين نفسه. تيجي نعمل فيلم ونقول وتقول ومنين اجيب الجراءه دي؟ مين ما كانش يحلم ان يشوف احمد زكي وعادل امام في فيلم واحد وفي كادر واحد؟ متهيألي اي حد بيحب السينما او مهتم بالسينما نفسه كان يشوف السين ده، سين بيجمع بين الاثنين. نفس فكره بالظبط مشهد المطعم بتاع الباتشينو ودينيرو فيه، والحلم ده كان فعلا قريب جدا انه يتحقق في مشهد ايقوني لوحيد حامد. وفي حوار صحفي بيقول وحيد حامد انه كان مستعد يدفع 400,000 جنيه عشان بس احمد زكي وافق انه يشتغل مع عادل امام في روايات كتير، واللي اهمها واللي اشهرها جدا كان طيور الظلام، لان وحيد حامد راح لاحمد زكي وقال له اختار من الدورين علي وفتحي، واختار احمد زكي دور علي الزناتي. فراح وحيد حامد لعادل امام وقال له احمد زكي اختار علي الزناتي، ففرح جدا عادل امام لان هو كانت عينه على فتحي نوفل. بعديها بقى بيومين احمد زكي رجع في كلامه وقال لا انا بقى عايز اعمل دور فتحي نوفل، لكن وحيد حامد رفض تماما وفضلوا سنتين تقريبا زعيم من بعض. لازم تعرف انك انت في امان بسببي وانت في نعيم بسببي. اوحش حاجه في الندم ان انت يجي لك فرصه مهمه وانت ما تحسش بيها لانك حاسس ان الفرصه الثانيه احلى، ولما ينزلوا الاثنين تعرف قد ايه انت كنت غلطان. حياتنا تقريبا كلها ماشيه كده، تختار بين عربيه شقه وشقه، وحتى هتتجوز مين، فلما يجي بقى ياخدها حد غيرك تعيش تندم طول حياتك. ويل سميث من الناس اللي ندمت جدا لان اتعرض عليه فيلم ماتريكس، بيقول وقتها ان هو يعني ما حسش الفيلم، وبيحس ان الافلام اللي هي لها علاقه بالساي فاي او الواقع التاني او الالترناتيف رياليتي مش موده يعني، وشايف ان هي ما فيهاش تمثيل قوي، هي نجاحها مش للممثل، هي نجاحها للمخرج اكتر. وطبعا الناس اللي بتشتغل على حاجات التكنيكال والسي جي اي هو ده اللي بينجح اكتر وده اللي بيبان اكتر. ورفض تماما ذا ماتريكس اللي اتعرض سنه 99 واللي حقق ساعتها 467 مليون دولار، رقم ضخم جدا، بلس انه هو عمل نقله في تاريخ الاكشن في السينما، هو خلى الدنيا مختلفه قبل ماتريكس غير بعد ماتريكس تمام. واللي فعلا بنجاح الجزء الاول اتعمل له سلسله بعد كده وكانت سلسله ناجحه جدا، ومن بعديها اتخلق سلاسل اكشن كتير جدا. ولو حابين نتكلم عن السلاسل اللي اتعملت بعد كده قولوا لنا في الكومنتس، وتاني ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب التفاصيل دي. وبمناسبه ويل سميث هو كمان رفض انسبشن. جميل ويل سميث ده، ممكن يكون للسبب برضه ان هو الترناتيف رياليتي او ممكن يكون بقى لسبب تاني انا ما اعرفش. هو قال ان انا بصراحه ما فهمتش البلوت بتاعت الفيلم وما اقتنعتش بكلام نولان قوي فيه. المفروض بقى الممثلين تقعد تحت بيت ويل سميث تلقط بقى السكريبتات اللي بتترمى دي، ما شاء الله عليه اي فيلم بيرفضه تعرف انه في التوب 10 في التاريخ على طول. تعال بقى نتكلم عن جون ترافولتا اللي جاله بالب فيكشن، اكتر فيلم من اكتر الافلام اللي بحبها في الدنيا، واللي جاله متاخر بعد ما مايكل مادسن اتعرض عليه الفيلم وما خدوش. هو كمان بابا نويل للممثلين بيسيب لهم هدايا رائعه الصراحه. خد عندك فورست جامب اتعرض على جون ترافولتا وما اعرفش ازاي بصراحه هو اصلا اتعرض عليه، والحمد لله ان هو ما عملوش. هو بصراحه بالنسبه لي اوف كاست جدا كمان لان هو ملامحه مش ملامح طيبه خالص يعني، ما ينفع صعبه، بس كان حلو قوي ان هو كان هيعمل بالب فيكشن وفورست جامب في نفس السنه 94 مع بعض. المهم فورست جامب اللي اعتذر عنه مش بس فورست جامب، خد بقى تاني جرين مايل ورامبو وابولو بطولات. بمناسبه بقى اولاد رزق، دور رضا اللي عمله احمد عز، هو احمد عز اصلا ما كانش مرشح ليه من الاول. تفتكر انت بقى مين كان مترشح له؟ اجدع واحد في مصر. احمد السقا هو اللي كان مرشح للفيلم ده. احمد السقا جدع جدا، فمن كتر جدعنته بيجيب ناس تمثل معاه في الفيلم، فالناس تتفرج على الفيلم تلاقي ان الناس بتمثل احسن منه فيطلعوا يشتموا في السقا، مع ان هو عشان فعلا جدع بيديهم مساحات كبيره وادوار كبيره في كل افلامه. احمد السقا في الوقت ده اللي ما عاصرش نجوميه احمد السقا كان مشهور جدا عند جمهور السينما، اي حد بيمثل معاه بيظهر عليه وبياخد منه اللقطه. خالد صالح في تيتو، انا بابا يلا، مصطفى شعبان، عمرو واكد، آسر ياسين، باسم سمره، مش عايز اعد هم كتير جدا فعلا. بس تعالى بقى اقول لك احمد السقا اعتذر عن ايه. اعتذر عن الكنز الدور اللي عمله محمد سعد، اعتذر عن دور في عبود الحدود اللي عمله كريم عبد العزيز وكان يعتبر بدايه انطلاق كريم عبد العزيز، اعتذر عن دور في السلم والتعبان دور طبعا هاني سلامه وكان طبعا من اهم ادوار هاني سلامه في تاريخه، اعتذر عن دور كريم عبد العزيز في ولاد العم، وفي كلام مش اكيد قوي ان هو كمان اعتذر عن الممر، والله اعلم. بس هو رغم اعتذارات السقا الكتير دور السقا في صعيدي وكمان في همام ما كانوش بتوعه. خمنوا انتوا بقى كانوا بتوع مين؟ تفتكروا انتوا بقى مين اللي كان يعمل دور علي في صعيدي في الجامعه الامريكيه؟ يا علي ده انا قلت لك حريم لا حريم لا، اسمع كلامي يا علي. هشام عباس. ما تستغربوش، انا كمان استغربت، بس تقريبا هي منطقه كريس دي اللي عملت كده. بس لما فكرت شويه ان دوره هو مطرب فعلا زي ما كنت بقول في الاساس، فيمكن عشان كده جه هشام عباس في دماغه. بس السقا كده كده كان شبح يعني، فما ينفعش يبقى هشام عباس، كان لازم يبقى السقا. بص هي الحياه اختيارات، والاختيارات مش لازم تبان هي صح ولا غلط، مع الوقت ايمانك بقرارك وانك مشيت ورا عقلك واحساسك كمان، حتى لو كل حاجه بتقول لك ان انت غلطان، بس لا قول انا مش غلطان، انا مصدق
مصدق فيا، مصدق في احساسي، ما تشكش مهما الزمن وكل الحاجات والمعطيات بتقول لك انك غلط. يعني مثلا تيم روبنز كان لسه واخد جولدن جلوب عن فيلم ذا بلير ومترشح افضل ممثل كوميدي او استعراضي عن فيلم اسمه بوب روبرتس. فبيجي له فيلم يعني غريب شويه اللي هو شاوشانك ريديمشن بعد اعتذارات لتوم هانكس وتوم كروز وجوني ديب ونيكولاس كيج، اعتذارات بتحسك يعني اللي هو اوكي كلكم اعتذرتوا، معتذر معاكم، اكيد مش كل الفطاحل دول غلط وانا اللي هبقى صح يعني. بس الاعتذار اللي اثر فيه قوي هو اعتذار كيفن كوستنر، لان كيفن كوستنر اعتذر متاخر شويه وعمل فيلم اسمه ووتر وورلد. فبينزل شاوشانك ريديمشن وبيحقق فشل كبير في شباك التذاكر. فيلم جاب في امريكا 16 مليون دولار، ده رقم ما جاش، مع انه جاب في العرض الخارجي اكتر من كده بكتير بس مش بكتير قوي. يعني لو حسبنا بره وجوه مع بعض جاب حوالي 58 مليون دولار. هبحكي لكم كده في مره عن تقسيمه الايرادات بره وجوه امريكا. دلوقتي بقى لما تروح تفتح اي ام دي بي شوف اهم 250 فيلم في تاريخ السينما وشوف رقم واحد مين. المهم هكمل لكم. بيقول التام لنفسه لا تمام ان شاء الله الفيلم هيروح الاوسكارز وهيكسر الدنيا وياخد كل الترشيحات، ولكن الفيلم لما بيروح الاوسكار صفر، مفيش. بتنزل افلام كل بقى الممثلين اللي قلت لك عليهم اللي اعتذروا وبتحقق كل حاجه، ايرادات وجوائز وكل. توم هانكس فورست جامب حقق نجاح كبير جدا، كيفن كوستنر نزل بعديها وحقق 256 مليون دولار. فتيم روبنز بقى اللي هو انا اخترت غلط ولا ايه؟ لكن زي ما قلت لك وبعد مرور سنين افتح شوف اي ام دي بي زي ما قلت لك، هي الحياه فعلا اختيارات، ساعات بنختار غلط، ساعات بنراهن على حاجه وبتخسر، بس الاهم انك انت تمشي ورا احساسك وتصدق قرارك حتى لو كل الناس شايفه العكس. بس وفي اخر الحلقه ما تنساش تعمل لايك لو الحلقه عجبتك، وتعمل سبسكرايب وتعمل شير، واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.